تعالوا نعمل حاجة تطري علينا الجو الحر اللي احنا فيه ده. لا، حر ايه بقى، الجو النار اللي احنا فيه ده. بجد اجمد حلا بارد ممكن تعملوه في حياتكم، طعمه في حتة تانية خالص. حلو جدا، مش هياخد منك وقت ولا مجهود ولا تكلفة. يلا بينا نشوف عملنا الجمدان ده ازاي، وما تنسيش تعملي لايك وشير وكومنت حلو كده زيك، ويلا بينا. هنحتاج كيس من الجيلي، اي نوع جيلي انتي بتحبيه، جيلي فراولة، جيلي بطيخ، جيلي مانجا، جيلي مشمش، جيلي بتنجان، اي حاجة انتي بتحبيها هتستخدميها. هنستخدم نص كمية المية المكتوبة على العبوة، المفروض ان احنا بندوبه في كوباية مية سخنة. احنا هنستخدم نص كوباية مية سخنة بس. هدوبه فيها وهقلب كويس لحد ما الحبيبات بتاعته تدوب. وهبدأ اضيف له نص كوباية المية الباردة. زي ما قلنا، يبقى احنا كده استخدمنا كوباية من السوائل عشان يمسك معايا بسرعة ويبقى القوام بتاعه اتقل. اهو، وهقلب كويس. وهجيب بقى القوالب اللي احنا هنشتغل بيها، او لو عندك قالب واحد زي ما انا هعمل كده هتعمليه. انا استخدمت ده عشان اقلبه، انا عايزة اقلبه يعني. لو انتوا عايزين تستخدموا الكاسات او الاطباق اللي هي الازاز مفيش اي مشكلة، هيبقى حلو قوي برضه. حطينا الجيلي بتاعنا وهندخله الفريزر يمسك. مش هياخد وقت خالص في المسكان لان احنا مستخدمين مية قليلة. في المرحلة دي هنجيب الخلاط بقى بتاعنا وهنكمل بقية الوصفة. اهو، هنستخدم حوالي 4 كوبايات من اللبن. وهنا انا استخدمت 4 كوبايات من اللبن عشان هستخدم 2 باكو من الكريم كراميل عشان عاملة كمية كبيرة. لو انتوا عاملين كمية قليلة ممكن تستخدموا 2 كوباية لبن وكيس كريم كراميل بس. تمام. على حسب طبعا الكمية اللي انتي عاملاها. هنا بقى هنجيب باكو من البسكوت السادة. اي نوع بسكوت سادة انتوا بتحبوه وبتحبوا النكهة بتاعته يعني تستخدموه. انا استخدمت بسكوت شاي عادي خالص، وده خفيف يعني بيبقى طعمه احلى. بلاش نستخدم حاجة تكون تقيلة، بس طبعا ده حسب الرغبة بتاعته. وبرضو مش هنقول يعني كمية البسكوت قد ايه، ولا هقول لكم 150 جرام ولا 200 جرام ولا الكلام ده، لا. ممكن باكو بسكوت كبير، ممكن 2 باكو صغير زي ما انتوا عايزين برضو ومحبين القوام بتاعه عامل ازاي. هنحط بقى 2 باكو من كريم الكراميل كده زي ما انتوا شايفين. ومش هنزود سكر كتير لان البسكوت اصلا فيه سكر، حوالي 3 معالق من السكر. وكفاية قوي كده علشان ما يبقاش مسكر قوي معانا. وهنضرب الكلام ده كله في الخلاط كويس جدا. هنجيب بقى اي حاجة على النار، حوالي يعني كسرونة او حلة اي حاجة. وهنضيف الخليط ده كله على النار كده زي ما انتوا شايفين. وعلى نار متوسطة بنفضل نقلب فيه تقليب مستمر. نجيب اي معلقة ونفضل نقلب فيه تقليب مستمر كده. بجد من احسن الحاجات اللي ممكن تعملوها. وهتبهري بيه الضيوف اللي تجيلك، يعني لو عندك ضيوف جاية بقى ومش عارفة تعملي لهم ايه، اي حلويات في الجو الحر اللي احنا فيه ده. ممكن تستخدمي الوصفة دي وتعمليها لهم في كاسات بقى بتقدميها بشكلها حلو قوي. اهو، هنفضل نقلب فيه لحد ما يغلي، يعني يبقبق كده معانا ويطلع البقبقة اللي على الوش دي. وبعدين خلاص بنرفعه من على النار وبسيبه يبرد خالص. بنسيبه يبرد علشان ما يبوظليش الجيلي، لان لو حطيناه سخن على الجيلي هيسيحه. فمش هنعمل طبقات. فاحنا هنسيبه يبرد. وهنجيب بقى الجيلي بتاعنا هيكون مسك اهو. هنا بقى ممكن تستخدموا اي حاجة تزينوا بيها، يعني ممكن تحطوا اي فاكهة انتوا عايزينها. وممكن ما تحطوش حاجة خالص. اي فاكهة بقى عندكم متوفرة. مانجا، فراولة، موز. هنا انا حطيت بسكويت بصراحة عشان احنا حاطين اصلا البسكويت معانا في الوصفة. فحبيت ان احنا نغير يعني. ممكن ما تستخدموش حاجة خالص حسب المتوفر عندكم. انا لقيتها بقى كبيرة شوية فمكنتش عارفة اعملها، فبدأت ان انا اقصها واظبط الشكل بتاعها ان هي تاخد شكل متناسق. اهو، مش يعني مش قوي برضو ان احنا يعني بنرتب قوي. لا، بس ان احنا بنرصها جنب بعض كده وخلاص، يعني ما تتعبيش نفسك في الموضوع ما فيهوش اي تعب خالص. اهو، لحد ما ظبطت معانا وخلاص. في المرحلة دي بقى بيكون البودنج بتاعنا اللي هو الخليط اللي احنا عملناه بيكون برد شوية. يعني ما بسيبوش يبرد قوي برضو، يعني بسيبه في الوسط كده. ولو تقل منك ممكن تضربيه بالهاند بلندر او في الخلاط. وهتبداي تنزلي، شايفين بقى القوام الكريمي، انا مش قادره اقول لكم طعمه اصلا عامل ازاي. يعني مش مدي اصلا على كريم كراميل خالص. مدي قوام كريمي كده واكنك بتاكلي كريمه حلوه. يعني بجد خفيفه وطعمها حلو جدا. هندخله بقى التلاجة يمسك فترة طويلة أو الفريزر. وبعدين هنطلعه بعد ما مسك اهو زي ما انتوا شايفين. هنقلبه لما نيجي نقلبه في الأول هيبقى ماسك شوية. فبمشيه على النار مفيش ثواني بس عشان الجيلي يفك من تحت. وبعدين بقلبه عادي خالص. هنزينه بقى زي ما انتوا عايزين.
عايزين بقى تحطوا كريم شانتيه في كيس حلواني وتدوله بقى كده لفة كده اكنها تورتاية. انا هنا استخدمت البسكويت جرشته وحطيته زي ما انتم شايفين في النص كده. دي بقى بترجع لك، كل واحدة تطلع ابداعاتها بقى. يعني انا مش مفيش اصلا في الوصفة من اولها لاخرها حاجات اساسية غير الحاجات اللي احنا قلناها. بقية الوصفة بتاعتك انت، يعني الجيلي انت اللي بتختاري نوعه، الفاكهة او الجرنشة اللي احنا بنحطها ما بين الجيلي والكريمة برضو انت اللي بتختاريها. كل ده بتاعك انت بقى. دلعته بقى شوية، حطيت له شوية صوص فراولة. نقله في حتة تانية بصراحة، صوص الفراولة حلو قوي معايا يعني لايق عليه. وطبعا دي برضو حسب المتوفر عندك. بس وجربوه وقولوا لي رأيكم ايه، وبجد هي يعني هيطر عليكم القعدة. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده زيكم، واستنوني في الفيديوهات الجاية. وبحبكم جدا.